صباح الخير. النهاردة هنعمل مع بعض مخلل بتنجان عشان رمضان. طبعا دي بتبقى حاجة كده حلوة قوي ان احنا نعمل مخلل بتنجان. بيدي كده جنب الاكل طعم حلو قوي وبيبقى حاجة مهمة جدا. وانا حبيت ان انا اعمل لكم كل المخللات في البيت علشان تبقى مضمونة وحاجة حلوة، وطبعا بيبقى طعمها احلى من اللي هي بتيجي من بره بكتير. دلوقتي احنا جبنا بتنجان زي ما انتم شايفين كده صغير ورفيع شوية، وهنبدأ ان احنا نقسموه كده من النص، وبعد كده نبدأ ان احنا نحطوه في حلة ونحط عليه فلفلتين، وبعد كده بنحط عليه معلقة ملح او معلقتين يعني عادي، دي بقى يعني بتبقى اختياري مننا. وبعد كده بنحط خل، وطبعا الليمون ما ننساش الليمون يا جماعة لان ده برضو حاجة مهمة جدا. هنبدأ ان احنا نعصر الليمون ونحط قشرة الليمون فنبقى غسلينه كويس قوي. ودلوقتي هنحتاج معلقتين من البابريكا ومعلقة توم كبيرة. كان برطمان التوم خلص مني، فطبعا احنا كشعب مصري لازم ان احنا نجيب الحاجة لاخرها، فمليت برطمان التوم مية وحطيت بيه يعني، فده عادي جدا. ودلوقتي بقى هنبدأ ان احنا زي ما انتم شايفين كده نحاول ان احنا نخلي كل البتنجان ياخد من المية كده وينزل فيها، وبعد كده هنحطه بقى على النار، نسيبوه بقى اللي هو يعني زي يجلي شوية. بس اهم حاجة التركية دي مهمة جدا، طبق صغير يتحط علشان يعني يبقى كل البتنجان بيتسلق مع بعضه. طبعا ده كان بقى البتنجان. دلوقتي هنعمل بقى الخلطة اللي احنا هنحشي بيها البتنجان المخلل. هنجيب بقى فلفل حار اللي هو الاخضر ده، وبرضو فلفل اللي هو الرومي اللي هو الاحمر، هنحط برضو منه كده شوية. كل ده كده في الخلاط، يعني دي كده الخلاط، وهنبدأ ان احنا نضرب كل ده مع بعض. ونبدأ بقى نحط ايه شوية بهارات بقى، شطة، على ملح، على بابريكا، خل، كل الكلام ده كده يتحط بيدي يعني طعم حلو جدا. وطبعا بتبقى حارة كده وبيبقى يعني ده كده اساس الوصفة بتاعت البتنجان المخلل. الخطوة دي كده دي الاساس. بس وبكده نكون عملنا الخلطة اللي احنا هنحشي بيها البتنجان. كان في فلفلاية لسه كانت كبيرة، فهنشيلها دي مش مشكلة. وهنحط عليها معلقة توم ونبدأ ان احنا نقلبها كويس، ونعصر عليها ليمون. ونحط معلقة ملح كمان لو حسيتوا ان الخلطة يعني الملح بتاعها كان قليل. ونبدأ بقى ان احنا نحشي البتنجان بتاعنا زي ما انتم شايفين كده معلقة صغيرة، ونجيب علبة محكمة يعني تكون الغطا بتاعها محكم علشان ريحة التوم يعني في التلاجة لما نيجي نحطه في التلاجة ريحة التوم ما تطلعش برا العلبة. بس ودي يعني وصفة البتنجان المخلل، ما اخدتش في ايدينا اصلا يعني نص ساعة عمايل. الموضوع سهل جدا جدا، وبجد مفيش اسهل من كده. وطبعا المية اللي انا هحطها دلوقتي في العلبة دي مية سليق البتنجان، يعني ما ترموهاش، يعني زي ما انتم شايفين كده في الخلاط اخدت البواقي بتاعت الخلطة وحطيت الكلام ده كله كده على البتنجان، وسبتهم بقى في التلاجة كده يوم. عايزة اقول لكم هتاكلوا بتنجان مخلل ما حصلش والله، يعني طعمه كان تحفة جدا، وبيبقى كده حاجة جامدة جدا جنب الاكل والفطار بقى في رمضان ان شاء الله. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو، اشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي انا وماما في المطبخ. وطبعا بقى يعني تعليقاتكم الجميلة بقى على الفيديو. وبس كده، اشوفكم في فيديوهات جديدة ان شاء الله. باي باي.